دعني الآن تيم زونغ، وإذا رأيت مني رفة جفن لا أكون من سلالة المهول. أنبهار، تريد الموت بسرعة؟ لا، أريد أن تموت ببطء شديد وتتألم. هيا سمروه على الخشبة. حثالة، جبناء، أنتم سلالتي جين والتتار. سينتقم أولادي لموتي، المهول الذين تربوا وشربوا من مياه نهر وينان لا يعرفون الاستسلام. ويوما ما سوف ترون سيثأرون لموتي مهما كان الثمن. سوف ينتقمون لموتي، سوف ينتقمون لموتي. في عام 1146 ذهب أنبهار خان المغول مع بعض المرافقين إلى قبيلة التتار ليخطب لابنه فتاة منهم، لكن تيم زونغ رئيس قبيلة التتار اعتقله وأرسله إلى قبيلة جين، حيث قام إمبراطورها القاسي زيزونغ بتسميره حيا. يوما ما سيولد لي طفل صنديد، وسينال من كل واحد منكم ويسمركم. سينتقم لموتي مهما كان الثمن. جنكيز خان دوى الصدى في الوديان أبعد مدى. اروي يا زمان، اروي يا زمان، اروي يا زمان، اروي يا زمان. جنكيز خان هو ذا البطل، في شعبه قصة أمل. جنكيز خان هو ذا البطل، في شعبه قصة أمل. للفرسان كان المثل في الأزمان والأوطان. أنا من قبيلة كيان، أرسلني زعيمي يسوغاي لأخبركم أننا سنأخذ العروس وفق عادات المنطقة. اتركوا العروس وعودوا. أخي، ما العمل؟ نحن 12 رجلا وهم 5 أشخاص، فلنهاجم. توقفوا، بما أننا في منطقتهم قد يكون عددهم فوق 500. أمرنا انتهى. يا إلهي، لا أصدق. كيرلان،
كيرلن، لم أظن أنك بعد 10 أيام من الحياة الزوجية ستخطفين مني بسرعة. جليدو، ألا تحمل سيفا حول خصرك؟ ألا تغلي دماؤك للدفاع عني؟ امتطي حصانك. عليك أن تثبت أنك من قبيلة مياركي. مستحيل، أرفض أن أترككم تموتون بسببي. كيرلن، كتب على زواجنا أن يكون قصيرا. أيها النعيم، لما تركتني في هذا الوقت؟ ماذا علي أن أفعل؟ جليدو، أنت زوج صالح، لكنك لست بطلا على ما يبدو. هذه ثياب جليدو، خذها واهرب بها. كيرلن، ولكن ما دمت على قيد الحياة توجد فتيات كثيرات. أشعر أن ساعتي قد دنت. كيرلن، شيغار، أعطني حصانا وسيفا على الفور. ما رأيك؟ كيرلن، مستحيل هذا، مستحيل. هيا، أنا لا أخشى الموت. هيا. يا إلهي، لا أصدق. قلت لك إنهم سيقتلوننا. شيغار، فلنهرب. هيا. لا تلاحقوه، دعوه يعود كي يثير غضب شعب مياركي. انظر. هيا هيا. من كان هؤلاء؟ لم يلاحقونك؟
أتعرفين أحد القتلى؟ زوجي. زوجك؟ صحيح، تزوجنا لتونا والآن قتل. ومن الذي قتله؟ يسوغاي. هل أنت متأكدة؟ أجل، ولقد كنت أعتبره شجاعا، لكنه كان مجرما. كلنا من قبيلة كيان. هذا ياسوغاي الحقيقي قائدنا. أنت ياسوغاي؟ ياسوغاي، لما فعلوا ذلك؟ يريدون توريطك في المسألة؟ يا أخي، لابد أن عدونا حاول إثارة المشاكل بيننا وبين القبائل. لو عرفنا أنهم أشرار لما كنا أفلتناهم، فلنقم بمطاردتهم وقتلهم. كان يجب قتلهم جميعا. أما رأيتم؟ بمجرد أن ظهرنا فروا كالأرانب فورا. من أي قبيلة أنت؟ وما اسمك؟ ومن يكون زوجك؟ أنا من قبيلة أونجيلا، أدعى كيرلون. زوجي هو الأخ الأصغر لرئيس القبيلة مياركي تشيليدو. أنقذتم حياتي. ياسوغاي، إنها جميلة جدا. ألم تقسم إنك لن تتزوج إلا من فتيات قبيلة أونجيلا؟ لقد تحقق ذلك، وها هي أرسلت إلي. ولكني زوجة رجل من قبيلة مياركي. لكنه قد مات، صحيح؟ مات وأخوه هرب. هيا إنها جميلة. حسنا، سأتزوجك. لو كان رجالنا أكثر لما خطف ياسوغاي كيرلون. هذا هو المطلوب. ماذا تعني؟ خطتنا تقضي بتحميل ياسوغاي الملامة. الآن سبب لنفسه المشاكل. قبيلة مياركي ستنتقم لخطفها. هيا هيا هيا. كل من يتجرأ ويهين سيتلقى ضربا مبرحا بالصوت. أنت محظوظ يا سوغاي إذا حضرت معك هذه العروسة الجميلة. هاي ساتشابيكي، ماذا يحصل هناك؟ ياسوغاي اختطف امرأة من قبيلة مياركي. اسمعني، عد واستعد لهوتاي. هي استعد لماذا؟ استعد للقتال. اختطف زوجة شقيق زعيم مياركي وسوف يأتون لينتقموا. ياسوغاي، أمن أجل امرأة تهين قبيلة مياركي مجددا؟ أتريد أن تقود قبيلة كيان إلى حرب دامية؟ أخبرنا، هل تخيفك سيوف رجال قبيلة مياركي؟ توقفوا! ياسوغاي، ما إن يعرف أنك خطفت المرأة حتى يواجه شعبنا مأساة كبيرة. رغم أننا لم نثرهم إلا أن شعبنا عانى الكثير منهم. لا يجوز لك من أجل ملذاتك أن تجعل شعبك يعاني. اسمع، أعد هذه المرأة على الفور. لن أفعل. لم تتصرف هكذا؟ كيف؟ كشخص جشع بائس. ياسوغاي، فقدت عقلك بسبب هذه المرأة الشريرة.
لا تأبهي له، هذا حفيد الخان الراحل أنبهار، وهو شخص غير نافع يدعى تاليهوتاي. مرحبا سيدتي، أنا أدعى هواي شينغ. من الآن فصاعدا سأكون في خدمتك. أرجو أن تسمحي لي بتصفيف شعرك الجميل. اسمحي لها بذلك. يمكنك أن تعتبري هذا بيتك الآن. إن شعرك جميل جدا، وهو يشبه بطوله نهر وينان. جدة ياسوغاي هي من جميلات أنجيلا. معظم رجالنا يتزوجون من فتياتهم منذ أجيال. ياسوغاي زعيمنا أقسم إنه لن يتزوج إلا امرأة من أنجيلا. صحيح، إلا أننا كنا نحارب التتار كل هذه السنين التي مرت علينا. أقفلت كل الطرق نحو الشرق. يتزوج الرجل وهو ذو 12 عاما. أصبح ياسوغاي في 28 وما زال يبدو كالفتى. يؤلمني أنه لم يتزوج حتى اليوم، ولكن الآن كل شيء بخير. أرسلتك السماء لنا، أنت هدية لم نكن نتوقعها. وفقا لتقاليدنا عندما تخطف المرأة من الآخرين تكون أغلى بكثير، وأنت جميلة جدا. إن ياسوغاي رجل محظوظ كثيرا. إنه زعيم قبيلة كيان المغولية، وهو من السلالة الملكية، ابن أصيل للعائلة. منذ مدة طويلة والنساء الجميلات يصبحن زوجات الأبطال. رغم أن ياسوغاي قاس في المعارك إلا أنه لطيف. من حسن حظك أن تتزوجي به. أنتم من سلالة الخان أنبهار، أنتم رجال شجعان من عائلة تايشيو. اسمعوا، أحضروا أتباعكم وتعالوا معي لنقتل ذلك المتعجرف ياسوغاي. هيا 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 هيا. تاليهوتاي. جدتي، ما الذي تنوي أن تفعله؟ المتعجرف ياسوغاي يجب أن نردعه فورا. أنا أدرك كل شيء جدتي. لا تقاطعني. ليست السيوف وحدها من تزهق الأرواح، بل هو الزمن والمعاناة هما كفيلان بذلك. كن مستعدا لحضور زفاف الزعيم ياسوغاي والمرأة التي اختطفها لتكون زوجته. حاضر. أنا تويتوا أقسم أمام أسلاف مياركي وأمام روح الشيليد الذي قتله المغول وأمام أرواح محاربي قبيلة مياركي إن قبيلة مياركي ستتحالف مع التتار، وأعد بأننا سنختطف كل نساء قبيلة المغول ونجعل منهن جاريات لنا وسوف يرون، وأعد بقتل كل من نصادفه منهم. يا زعيم، لقد وعدتنا قبيلة مياركي بأن تقاتل المغول معنا. اذهب إلى الحلفاء واطلب من رجال التتار أن يستعدوا لكي يقاتلوا. وأخيرا سأقضي على سلالة أنبهار والمغول أيضا، وسوف أقتلهم كلهم. اركض حالا.
اسحبوا سيوفكم، سيقودنا الزعيم توهي توا لقتال رجال المغول. هيا هيا. ياسوغاي، بسبب زوجتك ستسفك الدماء مجددا. اخرس تاليهوتاي، منذ 15 عاما كيم زونغ خان جدك، ألا تذكر؟ يجب علينا أن نثأر لأنهم قتلوه. لا يمكن لأحد أن ينسى أبدا أن الخان أنبهار توجه منذ سنوات عدة، وذلك بهدف الزواج من فتاة من قبيلة التتار، واصطحب معه مرافقيه، لكن زعيم التتار كيم زونغ الخائن اعتقله وأرسله إلى سلالة جين. فقام الإمبراطور وسمره على الخشبة، ولذلك نحن الآن نريد الثأر. التتار هم الأعداء.
القتال 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 القتال. في صيف عام 1162 أعلنت قبيلة كيان الحرب على قبيلة التتار. سيدتي ما بك؟ ما الأمر؟ يبدو أنها ستلد. اهدئي سيدتي، من المؤسف ألا يكون الزعيم موجودا بيننا الآن. نساء أنجيلا تعودنا على أسلوب حياة آمن ومضمون، وأنت لم تتعودي على كل هذه المعارك. اهدئي اهدئي سيدتي. اقبلي بما ينتظرك حين تصبحين زوجة رجل من المغول. الحرب كحجر يتدحرج عن تلة، لا يمكن لأحد إيقافه. والآن لا أتمنى سوى أن ينتصر رجالنا ويعودوا إلينا بأمان. سيدي انظر إلى ابنك سيدي. لا تفزع الصبي أيها الزعيم يا سوغاي. كيف يمكن لأحد أفراد عائلتي أن يخاف؟ ها؟ لما يا ترى يضغط بيده هكذا؟ دع والدك يلقي نظرة صغيرة. ماذا تحمل في يدك بني؟
دم متخثر. غير معقول. إنه رمح سولودينغ عزيزتي. كارلين، أنت مذهلة. ولدت لابنا يحمل علامة مميزة. سولودينغ هو إله الحرب عندنا. سيصبح ولدنا بطلا مشهورا في المستقبل. فكر في تسمية الطفل. ولدي ولد عندما قبضت على تيمزونغ زعيم التتار. لهذه المناسبة سأسميه تيموجان. وحده يستحق أن يكون تيموجان. ولدي تيموجان حقيقي. تدو، اقتل تيمزونغ الخائن هذا من أجلي. يا سوغاي، اقتلني في الحال. اقتلني كي يتذكر أولادي هذا الثأر إلى اخرس أيها العصير. اسمع، إنه يبكي. زالينبوها، توقف عن البكاء. اسمع، لا داعي للبكاء بعد الآن يا بني. هذا ما فعله بنا المغول. أنت ابن تيمزونغ، سوف أقوم بتربيتك. أعدك بأن نعود قريبا، وعندها لن ننزف ونبكي، بل سيكون هذا مصير المغول، مصير يسوغاي. أعدك بهذا بني. أبي، إنه هناك. أصيب بسهمين. توقف. هذا الغزال يخصني. ولكن أطلقت أنا سهمي أولا. هذا الغزال يخصني. لقد أصبته بسهمي، وقد أصبته من الخلف. أصبته في رأسه. هذا يعني أن هذا الغزال لي. لو لم أصبه لما كنت قد رأيته. حسنا، ما رأيك في أن نتقاسمه؟ هذا لن يحصل مطلقا. ماذا لو ألقيت بك على الأرض؟ عندها ستأخذ الغزال كله، ولكن إذا رميتك أنا فسأخذه لنفسي. موافق، هيا بنا. توقف. ما الأمر؟ تراجعت عن شرطك؟ قلت لك أنك ستحصل عليه إذا غلبتني، لكنني لم أحدد القوانين. يمكن أن يتقرر الفوز من المرة الأولى. سنلعب 3 جولات. انهض، ما زال أمامنا الجولة الأخيرة. Yeah.
حسنا، هزمتني. لقد كنت مريضا وما زلت. سوف أزورك لاحقا لكي أبارزك. ما اسمك؟ ومن أي عائلة؟ أنا زمها من قبيلة زاد لمبودة. من زاد لمبودة إذا أنت. ما بك؟ أنتم تعتقدون أننا نسل ابن غير شرعي، وتعتقدون أننا من نسب غريب أيضا، وتحتقروننا. زاد لمبودة من المغول تماما كشعب البورزجين. تنتمون إلى العائلة الذهبية. زمها؟ هل ترضى أن تكون أخا لي؟ أنت طموح وقوي. في الواقع أنا عندي 5 إخوة، إلا أنني أود أخا قويا يشبهك. أقسم أنا زموجان بأن أكون أخا لتيموجان. منذ الآن سوف نعيش معا ونموت معا، ولن يتخلى أحدنا عن الآخر. زمها، احتفظ بهذه القلادة ذكرى مني، فلتكن صداقتنا قوية كما البرونز. رغم أن ما أقدمه لك ليس مصنوعا من البرونز كالذي تملكه، إلا أنني أعتبره كنزا غاليا، لكن صداقتي معك ستكون أقوى من الحديد تيموجان. أهنئكما، ستصبحان من أقوى الأبطال في المستقبل. هيا اقطعا الغزال وليأخذ كل واحد نصفه. هذا مستحيل، الظبي له. كنا أقسمنا أن نكون أخوين، يجب أن نتشارك. حسنا، موافق. سيدي، وضعت السيدة طفلا. أهو صبي أم؟ إنه صبي. إنها حقا امرأة مذهلة. السيدة امرأة مميزة قادرة على إنجاب البنين. ها؟ كيف عرفت؟ عذرا، رأيتها تمشي في الشتاء وقد تركت في الثلج أثارا عميقة وطويلة. ها؟ حسنا كارلين، ولدت لي ابنا آخر. ها؟ إنها فتاة هذه المرة. ها؟ لا بأس بذلك أبدا. وما الفرق؟ المهم أنك بخير. في المرة المقبلة سوف تنجبين لي صبيا. لا تلمس أختك تيموجان. ألم تقل إنك تريد 10 أبناء؟ لا عليك، سوف تنجبين البنين. ستنجبين 10. كفي عن البكاء. اسكتي يا أختي الصغيرة، كفى بكاء. انظري إلى تيموجين كالأب تماما. ولكنه يبدو فعلا كأبي تماما. حسنا يا أولاد، بسرعة اخرجوا الآن والعبوا. هيا بسرعة. تيموجين تعال، أريد أن أكلم أمك في أمر مهم. في أي أمر؟ اختاري لتيموجين زوجة. ماذا؟ عليه أن يرتبط. لكنه ما زال صغيرا. في عيني والدته سيبقى دائما فتى صغيرا. عمره 9 سنوات. إنه السن المناسب. انظري إليه عزيزتي، إنه قوي جدا كالحصان، ويتقن الكونغ فو والرماية والفروسية. إنه رجل حقيقي. ليس مستعدا للزواج. مستعد. لما كل هذه العجلة؟ علينا أن نستفيد من هذه الفترة الهادئة التي نمر فيها ونذهب إلى بيت عمه. سأجد له خطيبة من قبيلة أونجيلا، ويمكن أن يتزوجا بعد 2 سنين. يسوغاي، وفق عادات قبيلتنا يجب على ابننا أن يعيش مع أهل خطيبته عندما يخطب. لا يزال ولدا. كارلين، عندما يطير النسر وحيدا يقوى جناحه. عندما يترك الولد أهله يتعلم أشياء كثيرة. دعي تيموجين يغادر أمه، فذلك يجعل منه بطلا قويا. طالما قررت أنا موافقة طبعا.